لاجئة سورية تخطف قلب طبيب ألماني، حب حقيقي أم مصلحة؟ صدمة كبيرة حين وقع الطبيب الألماني لوكاس شتاين في حب السورية يارا العبد الله منذ اللقاء الأول. أعجب بقوتها وإصرارها رغم قسوة الغربة، فازداد تعلقه بها سريعا. لم يخف مشاعره أمام أصدقائه، بل تحدث عنها بفخر واضح. وبعد فترة قصيرة تقدم لخطبتها رسميا في خطوة أثارت فضول الجميع. تحول مفاجئ عندما أعلن اعتناقه الإسلام بعد رحلة تفكير وتأمل طويلة. أكد أن القرار نابع من قناعة داخلية وليس مجرد دفاع عاطفي. وسافر لاحقا إلى مكة المكرمة لزيارة الكعبة المشرفة في تجربة وصفها بالمؤثرة. هذه الخطوة فجرت نقاشا واسعا بين من رأى صدق الحب ومن طرح تساؤلات مختلفة. وجاءت اللحظة الحاسمة بزواجهما في حفل بسيط جمع العائلتين. بدت يارا العبد الله واثقة وكأنها بدأت صفحة جديدة من حياتها. أما لوكاس شتاين فظهر ثابتاً على خياره دون تردد. قصة عبرت حدود اللغة والثقافة وأبقت الجدل مفتوحاً حتى اليوم.